أخوة الشعوب أم إبادة الكرد. نفذ هجوم عنصري متطرف ضد عائلة كردية في قونية تركيا. كان العنصريون المنفذون للهجوم الإرهابي ممتلئين كرها وغضبا على الكرد، بحيث قاموا بإطلاق رصاصة على رأس كل ضحية بعد قتلها، كما أرادوا حرق جثثهم عقب الحادث خلف وراءه ردود أفعال غاضبة بين الشعب الكردي، كما أثار الخوف والرعب في قلوبهم. غير أن الحلول لهذا الحادث المأساوي لا تكمن لا في الخوف ولا في المشاعر والأحاسيس، بل ينبغي علينا نحن الكرد إعادة حساباتنا لكل شيء من جديد والتفكير فيه جليا. فينبغي على الكرد في كردستان تركيا أن يدركوا جيدا أن النقطة التي وقفوا فيها هي نقطة خاطئة وغير مجدية. ففي اليوم الذي جلب فيه عبد الله أوجلان لتركيا ولغاية اليوم، وهي فترة 22 عاما، مسار ديمقراطية تركيا وتغليب الهوية القومية التركية وتفضيلها والعيش المشترك على أساس أخوة الشعوب، لم ينجز للكرد أي منجز أو ينال ويكسب لهم أي مكسب، بل على العكس من هذا، فلم يجلب لهم سوى الدمار والهلاك، وهي تسير بهم في طريق المجازر الجماعية. ونحن كرد كردستان تركيا لن نستطيع النجاة والتخلص من هذه المصيدة المستعصية، والتي علقنا فيها ما لم ندرك هذه الحقيقة المرة ونعترف بها. كون أهداف الدولة تركيا وسياساتها تبدو واضحة المعالم، فهي ترى وجودها مبنيا على زوال الكرد وكردستان ودمارهم وإبادتهم، وهذا ما ليس من سمات وخصائص حكومة AKP وشريكها MHP وحدهما قطعا كما يزعم بعض الأطراف السياسية الكردية، بل هذا من سمات جمهورية الأتراك ودولتهم على مدى 100 عام مضى، أي منذ تأسيس الدولة القومية التركية. فالإبادات الجماعية والمجازر التي مورست ضد الكرد في آجري وزيلان وديرسم ونوالا قصابة وفارت ومجازر مرعش، وتهجير 5000 قرية كردية وقتل مئات الآلاف من الكرد تحت مسمى الجرائم المجهولة الفاعل في تسعينيات القرن المصرم، كل هذه الممارسات كانت تمارس ضد الكرد قبل تربع AKP على عرش الحكم في تركيا، بل مارستها الدولة التركية بحق الشعب الكردي وهي ما زالت تمارسها. فالدولة التركية والجيش والشرطة والسياسيون الأتراك عموما والشعب التركي بكافة مؤسساته مشتركون في ممارسة هذه الأعمال. ورغم بروز هذه الحقيقة التاريخية للدولة التركية، ظهر حزب الشعوب الديمقراطي HDP على الساحة السياسية قائلا المسؤول عن مجزرة قونيا هي حكومة AKP MHP، غير أن الحقيقة كما قلنا هي أن الدولة التركية مسؤولة عن المجازر والإبادات الجماعية والتي ارتكبت بحق الكرد منذ أكثر من 100 عام. فالدولة التركية بجيشها وشرطتها وشعبها قاصيهم ودنهم ورغم الخلافات بينهم بنوا وجودهم على إبادة الكرد ودمارهم وزوال كردستان، ولهذا السبب فهم مشتركون على قتل الكرد دون أي شروط ومستمرون عليه. ورغم هذه الحقيقة الواضحة عن الدولة التركية، نرى الكرد منذ 22 عاما يبحثون عن شخص جيد ضمن أطر الدولة التركية، فيقولون بأن تانسو تشيلر كانت سيئة بحق الكرد بينما كانت تركيا أوزال جيدا وطيبا معهم. الجيش التركي طيب مع الكرد بينما الشرطة التركية سيئة معهم. فتح الله جولان سيء بينما أردوغان طيب جيد. مؤسسة أرجانكون سيئة بينما الكمالية جيدة. هاكان فيدان جيد بينما سليمان سويلو سيء ورديء. غير أن الحقيقة هي أنه لا توجد أي اختلافات بين مؤسسات وكبار الرجال الدولة التركية، فالكل على استعداد لاضطهاد الكرد وهضمهم لدى اتيان دوره. فالأتراك يدركون جيدا أن هناك علاقة عكسية طردية بين كردستان وتركيا، وأنه متى ما تحررت كردستان فزوال تركيا والأتراك سيبدأ لحظتها، أي أن الكرد في مهب هجمات الدولة التركية والمجتمع الفاشي على الدوام. والسبيل الوحيد للحفاظ على وجودنا أمام هذه الاعتداءات العنصرية الفاشية المتطرفة يكمن في وقوفنا وقولنا لدولة تركيا بأنكم استعمار واحتلال، وأن ننظم صفوفنا على هذا الأساس والمنطلق. فليس من المعقول بوجهنا أن نصف الدولة التي تقتلنا وترتكب المجازر بحقنا بشكل يومي بالأخوة. فلو قرأنا تاريخ أي أمة عانت الاحتلال وتحررت منه لوجدنا أن الحل
الحل الوحيد يكمن في السير على الخط القومي بحزم وعزم وصونه والإصرار على الإدارة الذاتية. نراها قد حافظت على تطرفها القومي وأصرت على إدارتها لذاتها بإرادة وحزم، فالتطرف القومي هي الشيفرة الوحيدة للحرية والتحرر القومي والوطن، وهذه حقيقة غير قابلة للإنكار لدى قراءة تاريخ جميع الأمم والشعوب الثائرة والتواقة للحرية والاستقلال. وهذا ما أثبتته الشهادة التاريخية المكتملة للمفكر والأستاذ إسماعيل بشكشي حول فرضية تطرف الكرد لنيل حقوقهم والتحرر، عندما قال: المشكلة الكردية هي مشكلة لا دولة. نعم، فمشكلة وجود الكرد ككرد لا تحل إلا بهاتين الطريقتين: التطرف القومي والدولة، كالطاقة والمادة. فالتطرف القومي بمثابة الطاقة حسب القواعد الفيزيائية، بينما يتمثل دور الدولة في المادة، إذ لا بد لكل طاقة من مادة، فالتطرف القومي يصبح مادة بالدولتية، فالطاقة هي التطرف القومي والمادة هي الدولة. ولضمان وجود الدولة لا بد لأية أمة من فكر قومي في إطار الدولة، بعدها باستطاعة الدولة إحداث أي تغييرات تريدها وفق مصالحها. وهذه الحقيقة الاجتماعية السياسية هي ما ينبغي على كردستان تركيا معرفتها وإدراكها. فمجزرة قونيا هزت مشاعرنا وأحاسيسنا ووجداننا، وبالأخص الكرد المقربين والمحيطين بهدف والمنخرطين في صفوفه. كون الكرد كشفوا حقيقة أن الكرد ليسوا جزءا من الدولة التركية، وذلك بعد مرور أكثر من 22 عاما من الآمال والأوهام. وهذا كان بمثابة تلقي كرد كردستان تركيا لصفعة شديدة. فينبغي على كرد كردستان تركيا إدراك حقيقة شعار أخوة الشعوب الذي نادى به أوجلان والبكك منذ أكثر من 22 عاما، وملأوا بها آذاننا وروجوا له لنؤمن به. فهو في حقيقته مجرد حلم جميل وقصة وهمية خيالية غابت أشرعتها في مجزرة قونيا. لهذا يجب على الكرد في كردستان تركيا التيقظ والحذر وإعادة التفكير في كل ما مر من جديد، فهم عالقون في مصيدة معقدة للغاية، فهم يناضلون ويضحون دون تقدم للأمام ولو بخطوة واحدة ولو صغيرة، وكل يوم أسوأ مما قبله، ويعانون أكثر فأكثر. فينبغي عليهم معرفة هذه الحقيقة الواضحة: من لا يقدر على حماية الوجود القومي للكرد وحماية حقوقهم من الضياع والهضم والمطالبة بحق في إدارة أنفسهم لا يقدر على دفع الكرد نحو الأمام ولو لسنتيمتر واحد، كما لا يقدرون على حماية الكرد من ارتكاب مثل هذه المجازر بحقهم مستقبلا. لهذا فهدف في وضع يرثى له، فكما لا يقدر على فعل شيء لا يقدر على حماية شيء، لأن هدف لا يقول للمحتل محتل، ولا يقول لموطن الكرد كردستان، كما لا يقول بما يحق للكرد من حق الكرد إدارة أنفسهم بأنفسهم، فلا يقول هذا إطلاقا. ينبغي على كرد كردستان تركيا العودة إلى النقطة الأولى والخط الذي تيهوه الآن. ينبغي عليهم نبذ الأوهام والأحلام والاستيقاظ من سباتهم العميق ونبذ شعارات كالعيش المشترك وأخوة الشعوب، فلو لم نفعل هذا فلن نقدر على أخذ الثار بل حتى المطالبة به، ولن نقدر على منع ارتكاب مثل هذه الجرائم والمجازر بحق شعبنا أطفالا ونساء وعجائز. فالسلاح الوحيد الذي نملكه في مواجهة هذه الموجة العنصرية المتطرفة هو خلق إحساس وشعور قومي ووطني متطرف والمطالبة بكردستان مستقلة ومحررة.